اللي ممكن يصبرك وانت ماشي في رحلة الحياة وبتقابل تحديات وصعاب كتيرة، ان انت تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد ده وهو اللي قدر ده. وطالما ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بحاجة، فالله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. واحنا ماشيين في الرحلة بنبقى محتاجين حد يمدلنا ايده، او حد يكون عدى بالرحلة قبل كده، فبيكون جايد او دليل لينا، فبيقول لنا ايه اللي حصل وبيدينا الزتونة بتاعت حياته. وبصراحة ما لقيتش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، لأنهم عندهم قصص كتيرة اتذكرت في القرآن. لو ابتدينا نتدبر فيها ونعرفها، نشوف تفصيلة كل حاجة فيها وإزاي كانوا بيواجهوا ده أو بيخرجوا من المصاعب دي وبيواجهوا التحديات دي، فهيكون عندنا جايد أو دليل كويس جدا جدا جدا، ويساعدنا إن احنا نخرج وننجو. وكمان نتذكر إن كل ده كان بيحصل معاهم ومعانا وإحنا تحت حماية إلهية. عشان كده احنا هنكون معاكم في رمضان بنتكلم عن ولتصنع على العين.